السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في شابتر 3 وهو بيتكلم عن الداتا بري بروسيسنج. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الداتا كوليكشن وايه الطرق المختلفة في الداتا كوليكشن وازاي تجمع الداتا وايه اللي المفروض تعمله قبل ما تجمع الداتا. دلوقتي المفروض انت جمعت الداتا عندك، فالمفروض ان انت تبدأ تعمل شوية بري بروسيسنج على الداتا، تبدأ تعمل كليننج، تبدأ تعمل انتجريشن، ريدكشن، ترانسفورميشن، وهكذا. فهنتكلم النهارده ان شاء الله عن الداتا كواليتي والتاسكس اللي في الداتا بري بروسيسنج والداتا كليننج. فاول حاجه بيكلمك عن الداتا كواليتي. يعني ايه الداتا كواليتي؟ الداتا كواليتي ان انت بتشوف الكواليتي بتاعت الداتا، جوده البيانات بتاعتك. فهو بيقول لك ان انت عندك شويه ميجرز، شويه معايير للداتا كواليتي. عندك اول حاجه الاكيورسي. الاكيورسي بتشوف الداتا ديت صحيحه ولا غلط، الداتا كوريكت ولا رونج، هل هي اكيوريت ولا لا، هل البيانات صح ولا مش صح. فاول حاجه في الميجرز للداتا كواليتي، اول حاجه الاكيورسي، تاني حاجه الكومبليتنس. الكومبليتنس بتشوف انت عندك الداتا، في كل فيلد، كل فيلد متسجل فيه داتا، هل البيانات عندك كامله ولا لا، ولا هي نوت ريكوردد او ان افيلابل. بعد كده الكونسيستنسي يعني بتشوف البيانات متناسقه مع بعضها ولا لا، بتشوف في انتجريتي ما بين الداتا وبعضها ولا لا، يبقى دي تالت حاجه. بعد كده التايم لينس اللاينس دوت اللي هو هل البيانات بيتعمل لها ابديت بشكل مستمر ولا هي البيانات موجوده من زمان. بعد كده البيليفابيليتي هل انت تقدر تثق في الداتا ديت ان هي تكون صح وتقدر تثق فيها. بعد كده الانتربريتابيلتي ديت هل ان البيانات سهله اللي انت تفهم، اللي انت سهله اللي انت تفهمها. دوت معنى كلمه انتربريتابيليتي. يعني تاني ايه الميجرز، ايه هي العوامل اللي انت بتقدر تحدد عليها الكواليتي بتاعت الداتا. اول حاجه الاكيورسي، الدقه، وبعد كده الكومبليتنس، بعد كده الكونسيستنسي، بعد كده التايم لاينز، بعد كده البيليفابيليتي، بعد كده الانتربريتابيليتي اللي هي الداتا سهله الفهم ولا لا. فاي داتا عندك لازم تكون بتعدي على الست حاجات دول. تمام. بعد كده بقى يعني ايه داتا بري بروسيسنج؟ احنا عمالين نقول هنعمل بري بروسيسنج للداتا. قال لك تعريف الداتا بري بروسيسنج اللي انت هي مجموعة ستيبس انت بتطبقها على الداتا عشان تخليها اكتر مناسبة، ان هي مور سيتابل لايه بقى، للاكسبلوراتوري داتا اناليتيك اللي انت تقدر تشتغل فيها في جزء الداتا اناليتيك وتقدر تمثل البيانات ديت، وجزء الماشين ليرنينج. يبقى انت بتخلي هي مجموعة ستيب، خطوات بتعملها عشان تخلي الداتا جاهزة للداتا اناليتكس، للاكسبلوراتوري بتاعتها والماشين ليرنينج. فدوت بيعني ان الداتا جاهزة اللي انت تعرضها، وان هي جاهزة اللي انت تقدر تاخد قرار على الداتا دي. يبقى من الاخر انت بتجهز الداتا بتاعتك عن طريق مجموعة من الخطوات. طب ايه الستيب ديت؟ قالك الستيب بتتقسم لحاجتين. اول حاجة اللي انت بتختار البيانات او بتختار الاوبجكت او الاتريبيوت اللي انت عاوز تعمل عليه اناليسيس. يبقى انت اول حاجه بتختار البيانات. على سبيل المثال عندك مثلا 100 عمود، فانت محتاج 10 بس، 10 اعمده بس، دوت اللي انت هتبدا تشتغل عليه. او ممكن تكريت او تشينج، تغير اتريبيوت. يعني مثلا انت عندك اتريبيوت معين انت عاوز تغيره بحيث يلائم اللي انت هتعمله. يبقى تاني ايه الاتنين كاتيجوري بتاعه الداتا بري بروسيسنج؟ اول حاجه اللي انت بتختار الاوبجكت والاتريبيوت للاناليسيس بتاعك. تاني حاجه اللي انت بتكريت او بتغير في الاتريبيوت بتاعتك. تمام. ايه هي بقى التاسكس في الداتا بري بروسيسنج؟ عندك مجموعه من التاسكس. اول تاسك هو الداتا كليننج. داتا كليننج اللي هو موضوعنا النهارده. يعني ايه داتا كليننج؟ داتا كليننج معناها اللي انت مثلا بتفل لو في ميس فاليو. يعني مثلا لو في مثلا فيلد مثلا معين وما فيهوش داتا، فانت بتحاول تفل الفيلد ده. سموث نويزي داتا اللي انت تقلل النويزي داتا اللي هي داتا فيها ايرور. ايدنتيفاي او ريموف الاوت لايرز ديت اللي هي القيم الشاذه. يعني مثلا انت عندك التيبل مثلا يكون فيه حاجه شاذه عن الداتا اللي موجوده، فديت الاوت لايرز. ريسولف الانكونسستنسي اللي انت بتحل التناقضات، حاول تخلي الداتا بتاعتك انتجريتي كونسيستنت، يعني الداتا متناسقه مع بعضها. يبقى ديت اول حاجه في التاسكس بتاعت البري بروسيسنج. اول حاجه الداتا كليننج. تاني حاجه الداتا انتجريشن، وديت المحاضره الجايه ان شاء الله، اللي انت بتعمل انتجريشن لاكتر من داتابيز او اكتر من فايل بتحطهم في مكان واحد اللي هو الداتا وير هاوس. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه الداتا ريدكشن. يعني ايه داتا ريدكشن؟ داتا ريدكشن ان انت بتحاول تقلل عدد الاعمده، بتحاول تقلل الصفوف عشان الداتا تقدر تشتغل عليها بشكل احسن. ان هو هنا دايمنشن ريدكشن او نيوميرست ريدكشن، دوت بتقلل الاعمده ودوت بتقلل الصفوف. رابع حاجه داتا ترانسفورميشن او داتا دايستريزيشن، اللي انت بتحول الداتا، تعمل ترانسفورميشن للداتا. على سبيل المثال انت عندك تيبل مثلا في مثلا الدرجات بتاعه الطلبه،
بدل ما هي من 0 ل 100 مثلا اخليها من 0 ل 10، بحيث لو انت مثلا بتيجي تعمل بروسيس مثلا من 0 ل 100 هتبقى صعبة شوية، انما من 0 ل 10 هتبقى اسهل لك. ممكن تعمل نورماليزيشن اللي انت بتوحد القيم بتاعتك، adjust الفاليو، بتوحد القيم بتاعتك. ممكن برضو حاجة كمان في حتة الترانسفورميشن، انا عندي مثلا التيبل كان في كولوم بس للجندر، فانا لا بدأت احوله وقسمته لاتنين، واحد للميل واحد للفيميل، والميل ياخد واحد والفيميل ياخد زيرو، وهكذا. ديت اسمها داتا ترانسفورميشن. تمام. يبقى ايه التاسكس في الداتا بري بروسيسنج؟ عندك اربعة. اول حاجة الداتا كليننج، تاني حاجة الداتا انتجريشن، تالت حاجة داتا ريدكشن، بعد كده الداتا ترانسفورميشن. نبدأ بقى. احنا كده خلصنا الداتا بري بروسيسنج وعرفنا الكواليتي وعرفنا التاسكس في الداتا بري بروسيسنج. نبدأ بقى في اول حاجة الداتا كليننج. اول حاجة انت قبل ما تعمل كلين الداتا انت لازم تحمل الداتا عندك، فبيقول لك ان انت بتستخدم مكتبة اللي هي اسمها بانداس، بتختصرها بي دي. يعني انت مثلا بتقول له امبورت بانداس از بي دي اللي انت تقدر تستخدم المكتبة دي. فهو بيقول لك اول حاجة انت هتحمل الداتا عندك، فبتقول له دي اف دوت مكتوب ببايثون. بعد كده بتقول له بي دي دوت ريد سي اس في، اللي انت تروح تجيب دوت من المسار ده، تروح تجيب ملف السي اس في اللي هو الملف الشيت الاكسل اللي عندك. وبعد كده بتقول له برنت دي اف دوت هيد. دوت هيد ديت بيعرض لك اول خمس صفوف. تمام. فهو عارض لك هنا اهوت اول خمس صفوف. لو قلت له دي اف دوت تيل هيعرض لك اخر خمس صفوف. ممكن تقول له دي اف دوت هيد وتحط مثلا جوه سبعة مثلا، فهيعرض لك اول سبعة رو، وهكذا. فانت اول حاجه بتحمل الداتا عندك وبعد كده تبدا تعرضها. بعد كده لو عايز اشوف انفورميشن، عايز اشوف معلومات عن الداتا سيت اللي عندي، فانا بقول له دي اف. دي اف دي اللي فيها الداتا بتاعتك، اللي هو المتغير دوت الدي اف ده اللي فيه الداتا اللي انت قريتها. فانت هنا قلت له دي اف دوت هيد. تمام. هنا قلت له دي اف دوت انفو، جاب لك ايه بقى؟ جاب لك قال لك مثلا ان انت عندك 768 انترز. وبعد كده قال لك ان انت عندك 9 كولوم، يعني انت عندك 768 صف، وقال عندك 9 كولوم. بعد كده قال لك ان القيم الداتا تايب عندك فلوت وعندك انتجر، وهنا كل صف والداتا تايب بتاعته، وهكذا. فدوت بيديك انفورميشن على الداتا عندك. بعد كده ممكن تعمل حاجه اسمها دي اف دوت سكرايب. دوت سكرايب ديت اللي انت بتوصف الداتا عندك. يعني مثلا انا بقدر بجيب الكاونت، بعد القيم، يعني مثلا الكولوم دوت اشوف فيه كام قيمه، الكولوم ده فيه كام قيمه، فهنا لازم يبقوا 768 لان احنا قايلين ان هو هنا 768 صف، هو فعلا في هنا 768. تبدا تجيب الكاونت، تعد عدد القيم، تجيب المين المتوسط بتاعك، تجيب الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف، تجيب المين وتجيب الماكس اقل قيمه واعلى قيمه، وتجيب حاجه اسمها الكوارتلايز اللي هو مثلا 25%، 50%، 75%. ديت بتستخدمها اللي انت تفهم توزيع البيانات عندك، يعني الداتا عندك متوزعة ازاي. يبقى ديت اللي انت تقدر تعمل ديسكرايب على الداتا عندك. بعد كده بقى هنبدأ في الداتا كليننج. قال لك ان الداتا في الحقيقة هي ديرتي، يعني البيانات الحقيقية بيبقى دايما فيها مشاكل. فقال لك ان المشاكل ديت ان هي ممكن تكون incorrect داتا، يعني داتا مش صح، او ممكن تكون انسترومنت اللي هي فولت، يعني ممكن الجهاز اللي انت بتحط اللي انت بتقيس عليه دوت الجهاز ممكن يكون غلط. ممكن يكون هيومن او كمبيوتر ايرور، خطأ بشري مثلا، او ترانزميشن ايرور، ان لما انت نقلت البيانات حصل ايرور مثلا. فهو قال لك ان ديت بتسبب الديرتي داتا. فالداتا كليننج بقى قال لك ان هي البروسيس هي الطريقه او الخطوات اللي انت تعمل فيكسنج وريموفنج. هتبدا ايه بقى؟ تبدا تصلح الحاجه، تبدا تصلح الحاجات اللي فوق دي. انت هتبدا تعمل فيكسنج وريموفنج للانكوركت والكوربتد والانكوركتد فورمات، يعني الداتا اللي هي مش مظبوطه، او الداتا اللي هي دوبليكيت او انكمبليت داتا في الداتا سيت. يبقى تاني الداتا كليننج معناها اللي هي بروسيس اوف فيكسنج وريموفنج الانكوركت والكوربتد والدوبليكيت والانكمبليت داتا وانكوركت الفورمات، ان الفورمات بتاعها مش مظبوط. دوت معنى الداتا كليننج. بيقول لك هنا في احصائيه اتعملت ان انت مثلا لما تيجي تشتغل تعمل داتا كليننج، داتا جازرنج، تجمع الداتا وتاسكات تانية وداتا اناليسيس، قال لك ان الداتا كليننج 60% من الوقت بتاعك. يبقى الداتا كليننج مهمه جدا. ليه؟ لانها 60% من الوقت بتاعت الداتا ساينتست بيقضوه ان هم يعملوا كليننج للداتا. فقال لك ان الداتا كليننج عايزين نشوف بقى ايه انواع المشاكل اللي موجوده. احنا اتكلمنا ان هي ايه، عباره عن ايه. اول حاجه ان هي تكون incomplete. يعني ايه incomplete؟ يعني انت ناقصك value، يعني البيانات تبقى ناقصه او ناقصك attribute. على سبيل المثال اللي هي الميسنج الداتا، اللي انت الداتا عندك الفيلد يبقى موجود ومش جواه داتا، فديت اول حاجه الانكمبليت. تاني حاجه النويزي داتا. نويزي داتا ان هي الداتا فيها ايرور. على سبيل المثال هنا السالري بسالب 10، فدوت ايرور، يبقى ديت نويزي داتا، داتا مزعجه، داتا بتسبب لك ايرورز او اوت لايرز، ان هي الداتا هنا شاذه. تمام. ديت النويزي. تالت حاجه الانكونسيستنت، الداتا فيها
الداتا مش انتجريتي مع بعض، مش كونسيستنت، الداتا فيها تناقض. يعني على سبيل المثال هو بيقول لك ان البيرث داي ان هو مواليد 2010، وقال لك ان عمره 42، فدوت غلط. قال لك اللي انت كنت بترتب 1 2 3 دلوقتي بقيت ترتب اي بي سي، فكده دوت مش انتجريتي، مفيش كونسيستنسي ما بين الداتا وبعضها. قال لك برضو لو في دبليكيت ريكورد برضو نفس الكلام، انكونسيستنت. رابع حاجه في ايه، في المشاكل بتاعت الداتا، اللي هي الداتا المتعمده، اللي هي نيتشنال. ان الداتا لو مثلا على سبيل المثال بيقول لك لو انت عندك مثلا اتريبيوت الناس مش محتاجينه، بس انت كراجل داتا ساينتست لازم الاتريبيوت ده يكون موجود، فلازم انت بتجبرهم ان هم يدخلوا القيم دي، فديت داتا متعمده، داتا متعمده ان هي تخش. فديت المشاكل incomplete ونويزي وانكونسيستنت وانيتشنال، ان هي الداتا متعمده. تمام. فاول حاجه هنمسك اول حاجه اللي هي الانكمبليت ديت. انكمبليت داتا يعني ميسنج داتا. بيقول لك ان الداتا ما بتبقاش احيانا موجوده، البيانات مش بتبقى متوفره احيانا. هو بيقول لك ايه، بيقول لك ان الميني تابلز، بص معنى تابلز، تابل يعني رو، التابل دوت يعني اكنه الصف، والاتريبيوت هو الكولوم عندك. تمام. فهو قال لك ان الميني تابلز ممكن تلاقي عندك صف ما يبقاش فيه ريكورد الداتا او الاتريبيوت. يعني على سبيل المثال بيقول لك مش كل البيانات بتكون كامله، بيبقى في خيانات فاضيه او قيم مش متسجله. يعني مثلا واحد سجل اسمه بس ما كتبش المرتب بتاعه، او بيقول لك ان الكاستمر انكم في السيلز داتا، يعني الداتا بتاعت المبيع السيلز، واحد مثلا ما حطش الدخل بتاعه او المرتب بتاعه، فديت ممكن يسبب لك ان الداتا ما تكونش ميسنج للداتا. فقال لك الميسنج للداتا بقى ايه ليه بتحصل بقى. اول حاجه ممكن يقول لك ان عطل في الاجهزه، equipment malfunction، ان ممكن الجهاز مثلا يكون فيه عطل، فدوت الجهاز في العطل الوقت اللي كان فيه عطل فما قدرش ان هو يسجل الداتا دي. تاني حاجه inconsistent، يعني البيانات ما كانتش متناسقه مع بعضها، فاضطرت ان هي تتمسح تتحذف. تالت حاجة داتا ان لما تيجي تدخل الداتا هو حصل له ميس اندرستاندنج، يعني مثلا اليوزر ما فهمش السؤال، ما فهمش انت عاوز ايه القيمة اللي انت عاوز تدخلها، فحصل له ميس اندرستاندنج في ان هو يعمل انتر للداتا. بعد كده بيقول لك ان الداتا ما تكونش مهمة، يعني مثلا بيانات مش مهمة وقت ما انت بتدخلها. بعد كده بيقول لك ان البيانات مش بيحصل لها تشينج في مرور الوقت، مش بيتم تسجيل التغييرات. تمام. فديت الانكمبليت. يبقى تاني الانكمبليت ليه البيانات بتبقى ناقصة. اول حاجة ان ممكن يكون الجهاز عطلان، كومنت من الفانكشن، او اليوزر ما يدخلش بيانات، ان هو ما يقدرش يدخل بيانات، يحصل له ميس اندرستاندنج، او مثلا البيانات مش مهمه، او ممكن يحصل مثلا لوست في الداتا، ان الداتا بتاعتك ما تبقاش موجوده، وبرده هنا نفس الكلام مش بيتم تسجيل التغييرات. تمام. دوت بالنسبه للميسنج داتا، الانكمبليت داتا. فانت ازاي بتهندل الجزئيه ديت. تمام. ازاي بتهندل الجزئيه ديت، بيقول لك انت ازاي تهندل الجزئيه ديت. احنا اتفقنا ان التابل دوت اللي هو الصف عندك، فهو بيقول لك ان لو الصف ما فيهوش داتا فانت ممكن تعمل اجنور، تدلت الصف ده. بس قال لك خلي بالك، قال لك ان الطريقه ديت مش فعاله لو مثلا عندك اكتر من صف فيه داتا كتير، فيه ميسنج للداتا، فانت كده هتضيع صفوف كتيره مهمه عليك. فهو بيقول لك لو 40 مثلا 40% من الداتا ناقصه فما ينفعش تدلتهم. فالطريقه الاولانيه ديت قال لك ان هي مش في كل الاوقات بتنفع، بس هي طريقتها اللي انت بتحذف الصف عندك. بيقول لك في الميسنج فاليو مانوال، يعني البيانات اللي هي ناقصه تبدا تدخلها بشكل مانوال، بس قال لك ان هي ممله وانفيزابل، يعني مش ممكنه. يعني مش ممكن مثلا ان انا يكون مثلا عندي 500 صف وابدا امسك صف صف وابدا ادخل الداتا بشكل مانوال، فهو قال لك ممله. قال لك ممكن يتعمل بشكل اوتوماتيك. يعني ايه، يعني انت مثلا جلوبال كونستانت، يعني اي حاجه ما تلاقيش فيها او القيم بتاعتها ما تبقاش موجوده فانت تحط مكانها unknown، فديت بشكل اوتوماتيك جلوبال كونستانت. او اتريبيوت مين، اتريبيوت مين اللي انت مثلا عندك صف مثلا وفي مثلا فيلد ما فيهوش داتا، فانت تروح تجيب المين بتاع الصف كله وتحط القيمه بتاعته هنا، اللي هو المين بتاعك. او يقول لك اتريبيوت مين لكل اللي هي بتنتمي لنفس الكلاس، يعني بدل ما تعملها بشكل هنا عشوائي او على اي حاجه، لا انت تعملها للي هم في نفس الكلاس. قال لك ديت سمارتر، بتبقى بشكل اذكى. تمام. فقال لك ان هو الجزء ده. تمام. قال لك اخر حاجه ان الداتا تكون عندك معتمده على الاستدلال، على الانفيرنس. ديت معتمده في جزئيه الماشين ليرنينج، انت تستخدم موديل ان هو بيتوقع القيمه دي، يقول لك مثلا المفروض ان القيمه هنا تبقى القيمه الفلانيه. تمام. فديت الطرق المختلفه انت ازاي تهندل الميسنج للداتا. اول حاجه تجنور التابل، بعد كده تفل بشكل مانولي او بشكل اوتوماتيك. شكل اوتوماتيك ليه اكتر من طريقه،
اللي انت مثلا جلوبال كونستانت حاجه ثابته، او اتريبيوت المين اللي انت الاتريبيوت دوت تحط المين بتاع الصف كله او بتاع الكولوم كله، تحط المين بتاعه. او قال لك ان انت مثلا السامبلز اللي هم المجموعه مع بعضهم اللي هم بنفس الكلاس تحط لهم المين بتاعهم. تمام. وقال لك اخر حاجه اللي هو بتاعت جزء الموديل. تمام دوت ازاي تهندل الميسنج داتا. وهنا برضو نفس الكلام، بيقول لك ان انت هتعمل امبورت للبانداز اللي هي المكتبه وتسميها از بي دي. تمام. وبيقول لك برضو هتعمل امبورت للنمباي واز ان بي. تمام. فقال لك انت هتعمل ديكشنري، هتبدا تكريت ديكشنري، فالديكشنري دوت هو الكريت بالشكل ده اللي هو الشكل اللي عندك ده. تمام. فهو بيقول لك ايه، بيقول لك اللي انت هتكري الداتا فريم، هكري الداتا فريم من الديكشنري ده. الداتا فريم ديت انا هبدا استخدمها بقى اللي هي الدي اف دي. فهو قال لك ايه، قال لك على سبيل المثال انت عندك مثلا القيم ديت بنل، يعني دي بزيرو اهيت ودي بزيرو اهي ودي بزيرو اهي. فقال لك في طريقه اللي انت بتقول له دي اف دوت فيل ان ايه. يعني ايه؟ يعني انت هتفل القيمه اللي هي بنل تحطها بزيرو. فالقيمه هنا الزيرو ديت ده كان قبلها القيمه دي ما كانش فيه قيمه. فانت عملت ايه؟ انت عملت كده، عملت فيل للقيمه بنل بزيرو. يعني بدل ما هي كانت نل او مثلا كانت فاضيه ما كانش في حاجه، فانت حطيت زيرو. فهو بيقول لك دي اف دوت فيل ان ايه بزيرو، يعني انت بتفل الميس فاليو بالزيرو. تمام. او دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الاولانيه انت تحط زيرو. الطريقه التانيه اللي انت تعمل دروب. يعني ايه؟ يعني مثلا عند السطر دوت الصف دوت فيه نل اهي اللي هي نوت نمبر دي، او اللي هي دي مثلا ما فيش قيمه هنا اهو. ودوت برضو نفس الكلام، ودوت برضو نفس الكلام. فهو قال لك هتروح تعمل ايه؟ هتعمل نفس اللي عملته هنا، تكريت الديكشنري بتاعك وتيجي في الاخر تقول له دي اف دوت دروب ان ايه. دروب ان ايه دوت اللي انت بتطير الصف كله، اللي هو من الاخر اللي هي الحته دي اللي هي اجنور الطابل اللي انت بتشيل الصف عندك. فالداتا اتصفت في الاخر على ايه؟ مش احنا كان دوت فيه نل ودوت فيه نل ودوت فيه نل، فانت شلتهم خالص وبقى عندك اللي هو الصف ده بس. بس قال لك ان الطريقه ديت مش فعاله في اغلب الاوقات. ليه؟ لان انت عندك لو اغلبيه الداتا فيها كده فانت كده هتضيع نص الداتا عندك. تمام. قال لك ممكن برضو عندك طريقه تالته. يبقى اول طريقه اللي انت تحط زيرو، تاني طريقه اللي انت تحط تشيل الصف كله، تالت طريقه اللي انت تعمل ايه، اللي انت تقول له ان الداتا مثلا تقول له تمسك مثلا، انا اقول له امسك الكولوم مثلا الكولوم بتاع الجندر. يعني مثلا الكولوم دوت بيتحط فيه يا اما ميل يا اما فيميل. فهو قال لك فيل ان ايه، يعني مثلا اي قيمه تلاقي مكتوب فيها نو جندر، اي لا اي قيمه تلاقي فيها نل فيل ان ايه ديت، يعني الفيل المكان اللي فيه نل فيل ان ايه. تمام. بتحط بدلها ايه؟ بتحط بدلها نو جندر. ان بليس ترو، يعني لازم يكون نفس الداتا فريم، يعني ما تروحش تكري الداتا فريم من جديد، لا على نفس الداتا فريم، يعني نفس الداتا فريم اللي انت شغال عليه ده. تمام. هو عمل ايه هنا؟ هنا مثلا ما كانش فيه قيمه خالص، كانت فاضيه، كانت نل. فهو راح حط نو جندر. وهنا برضو نفس الكلام حط نو جندر. يبقى انت عندك ثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اللي انت تحط زيرو، الطريقه الثانيه اللي انت تدروب، الطريقه الثالثه اللي انت تبدل بقيمه موجوده، يعني مثلا النل ديت تحط بدلها نو جندر. تمام. قال لك بقى النويز داتا. كده احنا اتكلمنا على اول حاجه اللي هي ايه، اتكلمنا على الانكمبليت ان انت عندك بيبقى عندك ميسنج في الداتا. تاني حاجه نتكلم عنها النويزي داتا. ماشي، نتكلم بقى على تاني حاجه النويزي داتا. نويزي داتا يعني داتا، نويزي داتا يعني داتا حصل فيها ايرور، حصل فيها راندوم ايرور، خطأ عشوائي. فقال لك ان الخطأ دوت القيم ديت بيبقى ليها شويه اسباب. اول سبب ان هو فولت داتا كولكشن انسترومنت، يعني الجهاز فيه مشكله، يعني الجهاز اللي بتقيس بيه فيه مشكله. على سبيل المثال قال لك ان الجهاز نفسه بيطلع لك بيانات غلط، بيقول لك مثلا ان جهاز ضغط الدم مثلا بايظ، فهو السنسور هيكون فيه مشكله. فقال لك هنا السنسور فيه مشكله. تمام. نكمل. اول حاجه ان القيم اللي هي اللي فيها ايرور دي بيبقى ليها اسباب. اول حاجه ان الجهاز اللي انت بتقيس بيه ده هو بيبقى فيه مشكله. ان هو اول حاجه ان الجهاز نفسه بيطلع لك داتا غلط، ان السنسور مثلا فيه مشكله. فاول حاجه ديت اللي هي اول حاجه اللي هي فولت داتا كولكشن انسترومنت. تاني حاجه داتا انتري بروبلم، يعني مثلا في ايرورز بتحصل وانت بتدخل الداتا، يعني مثلا وانت بتدخل الداتا في اخطاء بتحصل. تالت حاجه داتا ترانزميشن بروبلم، مشاكل اثناء النقل الداتا. تكنولوجي ليميتيشن، قال لك حدود التكنولوجيا، يعني الاجهزه بيبقى ليها ليميتيشن دقه معينه، حاجه معينه بس ليميتيشن معين. انكونسستنسي في النيم كونفنشن، يعني مثلا انت في طرق التسميه الداتا بتبقى مختلفه. وقال لك في داتا بروبلم تانية برضو، ان مثلا الدبليكيت، الانكمبليت، الانكونسيستنت برضو ديت بتحتاج الداتا كليننج. من الاخر هو بيمهد لك، بيقول لك ان اغلب الحاجات ديت لازم تعمل داتا كليننج، لازم تعمل داتا كليننج. فاول حاجه قال لك ان النويز ديت الراندوم ايرور.
فقال لك ان ايه السبب، ان مثلا الجهاز القياسي يكون فيه مشكله، فولت داتا كولكشن انسترومنت، ان الداتا انتري فيها مشكله، ان الداتا ترانزميشن فيها مشكله، التكنولوجي ليميتيشن الحدود بتاعتك، الحدود بتاعت التكنولوجي، الانكونسيستنس، وقال لك برضو الدبليكيت والانكمبليت والانكونسيستنت. ماشي. ازاي بقى ديتكت النويز داتا، او ازاي اعرف ان في عندي نويز داتا او في عندي ايرور؟ فهو قال لك عن طريق بتستخدم فيجواليز عن طريق الجرافس او التشارتس او البلوتس. يعني ايه؟ يعني الفيجواليز دوت على سبيل المثال الداتا هنا ماشيه بشكل منتظم اهو، الداتا هنا ماشيه بشكل عادي، جيت هنا فجاه لقيت ان في مثلا حصل مشكله، الداتا ما بقتش ماشيه بالطريقه اللي هي العاديه المتوقعه بتاعتها، الباترن اللي هي ماشيه بيه ما بقاش زي ما هو، فانت اكتشفت ان المنطقه ديت دي نويزي داتا، فتبدا تاخد المنطقه ديت وتبدا تاخد الجزء دوت وتبدا تعمل عليه كلين. تمام. ازاي بقى تهندل النويز داتا؟ يعني مثلا لو انا اكتشفت خلاص انا طلعت الجزء دوت، ازاي اهندله بقى؟ قال لك عندك اربع طرق. اول حاجه البيننج. البيننج يعني بتقسم الداتا. على سبيل المثال انت اول حاجه بيجي لك الداتا مثلا وتبدا تعمل لها سورت، بترتبها وبعد كده بتقسمها لبارتيشن لاجزاء متساويه، وهنعرف دي بالتفصيل دلوقتي. على سبيل المثال تبدا تعمل لها سموث باي بين مينز، تبدا تعمل لها عن طريق المينز او عن طريق الميديان هنا المتوسط او الوسيط، او عن طريق الباوندرز، وهنعرف ديت بالتفصيل دلوقتي في مثال. يبقى جزء البيننج دوت هنعرفه دلوقتي بمثال. تاني حاجه بيقول لك ان انت ازاي تهندل النويزي داتا عن طريق مثلا ما بين الكمبيوتر والهيومن انسبكشن، الاثنين مع بعض. يعني على سبيل المثال ان النظام مثلا الكمبيوتر مثلا يكتشف ان في قيم نويزي، فالانسان هيبدا يراجع الداتا دي، فعن طريق الاثنين الكمبيوتر والهيومن. التالتة والرابعة قال لك ديت في الماشين ليرنينج اللي هي الريجريشن والكلاسترنج. الريجريشن اللي انت بتفلتر بتحط الداتا في ريجريشن فانكشن معينه وتبدا تحط فيها الداتا. الكلاسترنج اللي انت بتديتكت وتريموف الاوت لايرز اللي هي القيم الشاذه عندك. فمن الاخر ازاي اهندل الداتا عند النويزي ده، ازاي اهندل النويزي داتا عند اربع طرق: البيننج، واللي انا عن طريق البيننج وهنعرفها دلوقتي بمثال، او عن طريق ما بين الانسان والانسان والكمبيوتر، او عن طريق الريجريشن والكلاسترنج ودوت في الماشين ليرنينج. تعالوا بقى نبدا نشوف البيننج. قال لك البيننج ميثود للداتا سموثنج. يعني ايه؟ انا بحاول اخلي الداتا سموثنج. فاول حاجه قال لك اللي انت عندك، احنا اتفقنا ان احنا اول حاجه بنعمل سورت وبعد كده بقسمه مجموعه من البارتيشن، وبعد كده تبدا تعمل عليهم حاجه اسمها سموثنج باي بين مينز. يعني انت تبدا تجيب بتبدل القيم بالمين اللي هو بتاع الداتا عندك، او الميديان او الباوندر. مش فاهمين؟ تعالوا نفهمها بالمثال احسن، لان هنا الكلام نظري فهنفهمها بالمثال. على سبيل المثال هو مديك مثال اهوت، ادي مديك الداتا اهي. تمام. فهو اول حاجه بيقول لك رتبها لي، فاحنا رتبناها 4 8 9 وهكذا رتبناها. وبعد كده قال لك قسمها لي لرينجز متساوي. تعال نقسمها لرينجز متساوي. هقسمها لرينجز متساويه، ادي البين واحد اهي. مش احنا الطريقه عندنا اسمها بيننج؟ فانا هقسمها لرينجز، فهم كام؟ هتعدهم هتلاقيهم 12. ف 12 هيتقسموا على الثلاثه، كل بين هتاخد 4. يبقى البن الاولانيه هتاخد اول اربع قيم اللي هم الاربعه دول، البن التانية تاخد الأربعة اللي بعدهم، يعني تاخد التلاتة دول والقيمة دي، البن التالتة تاخد الأربعة دول. يبقى أنت كده عملت أول حاجة عملت سورت، وبعد كده قسمتهم لإيكوال انترفال يعني متساويين يعني. بعد كده قال لك ابدأ اعمل بقى، قال لك ابدأ هات المين المتوسط والوسيط والباوندرز. يعني ايه الكلام دوت اللي هي السلايد دي؟ تعال نشوفها بقى بالمثال. أول حاجة بيقول لك smoothing by means. smoothing by means ثواني. تمام. اول حاجه سموزنج باي مينز، اول حاجه اللي هي بين مينز. احنا اتفقنا ان احنا اول حاجه قسمناهم خلاص، بقى عندك 3 بين وكل بين فيه 4 قيم. فهو اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اعملهم بالمتوسط بتاعهم. يعني ايه المتوسط؟ اللي انت مجموع القيم على عددها. على سبيل المثال انا عندي مثلا اول واحده اللي هي اول واحده فوق دي، فانا اقول 4 زائد 8 زائد 9 زائد 15 هيساوي مثلا 36 على كام؟ على 4. فهيطلع لك 9. فانت تروح مبدل القيم كلها، هتشيل الاربعه دي وتحط مكانها 9، وتشيل الثمانيه تحط مكانها 9، وتشيل التسعه تحط مكانها 9، وال15 تحط مكانها 9. يبقى البن الاولانيه بقى فيها اربع تسعات. نفس الكلام مع البن الثانيه، تجيب الاربعه دول تجمعهم وتقسمهم على 4 هيطلع 23. يبقى البن الثانيه كل قيمه 23. نفس الكلام مع دول، هتجمعهم وتقسمهم على 4 يطلع 29. يبقى دي اسمها ايه؟ سموزنج باي بين مينز، اللي هي كانت هنا اهي. سموزنج باي مين مينز اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت بتعمل ريبليس باي مين فاليو اوف البن. يعني انت بتبدل كل قيمه بالمين بتاعك، بالمتوسط بتاعك. فالمتوسط بتاع البن الاولانيه 9 يبقى القيم كلها 9. المتوسط بتاع البن الثانيه 23 يبقى القيم كلها 23. المتوسط بتاع البن الثالثه 29 يبقى القيم كلها 29.
كده انت عملت سموزنج باي مينز. طب لو قال لك سموزنج باي الميديانز، الميديانز دوت اللي هو الوسيط، اللي هو بتعمل ايه؟ الوسيط اللي انت بتشوف، تيجي تشوف القيم اللي في النص. فهل هنا هتلاقي ان هو مثلا 4، فالقيم اللي في النص هي التمانية والتسعة، فبتروح جايب التمانية والتسعة، 8 زائد 9 على 2 هيطلع لك 8 ونص، يبقى تشيل كل واحدة وتحط 8 ونص، يبقى ديت البن الأولانية. طب التانية هتلاقي برضو 21 و24 تجمعهم وتقسمهم على 2 هيطلع 22 ونص، يبقى تشيل كل واحدة وتحط 22 ونص. طب التالتة هتلاقي 28 و29 تجمعهم وتقسمهم على 2 هيطلع 28 ونص، يبقى ديت اللي هي سموزنج باي بين ميديانس. يبقى احنا اتكلمنا سموزنج باي بين مينز اللي هو الوسيط، سموزنج باي بين ميديانس اللي هو المتوسط، اخر حاجه سموزنج باي بين باوندرز. يعني ايه بين باوندرز؟ يعني انا مثلا هاجي في البن الاولانيه، ايه المينيمم بتاعتي؟ المينيمم بتاعتي باربعة، الماكس ب15، يبقى ديت المين فاليو والماكس فاليو. هبدا بقى امسك كل قيمه، الاربعه انت قريبه للاربعه ولا ال15؟ هتقول لك انا قريبه للاربعه، يبقى انا احط مكانك اربعه. طب التمانية انت قريبه من الاربعه ولا ال15؟ عشان تعرفها شوف الفرق ما بينهم، الفرق ما بين التمانية والاربعه والفرق ما بين التمانية وال15، فالفرق الصغير هو ما بين التمانية والاربعه، يبقى التمانية هتشيلها وتحط مكانها اربعه. طب التسعة انت قريبة للأربعة ولا قريبة من 15؟ تقول لك أنا قريبة من الأربعة، يبقى أنا بشيل القيمة دي وبحط مكانها يا إما أربعة يا إما 15، فأنا لقيت إن القيمة ديت قريبة من الأربعة فهحط أربعة. طب ال15 هتقول لك أنا قريبة من 15 فشيلها وأحط 15. كده أنت خلصت البن الأولاني. تعال نشوف البن التاني. المين بتاعي 21 والماكس بتاعي 25، فأنا هبدأ أمسك كل قيمة. ال21 انت قريبة لل21 يبقى أنا أحط 21، ال21 هنا قريبة لل21. طب ال24 قريبة من مين؟ ال24 شوف الفرق، الفرق ما بين دول 3 والفرق ما بين دول 1، يبقى لأ حط مكاني 25، يبقى أنا أحط 25. طب ال25 حط مكاني 25. البين التالتة 26 و34 نفس الكلام، هتبدأ تشوف القيم القريبة هتلاقي إن أول 3 القريبين منهم 26 والأخيرة 34، يبقى ديت فكرة البيننج. يبقى أنت عملت بيننج، عملت كليننج، أنت قسمت الداتا بتاعتك عن طريق المينز أو الميديانز أو الباوندرز. تمام. بعد كده بيقول لك ان الداتا كليننج هي بروسيس، اعتبر ان الداتا كليننج ديت اكنها بروسيس بتمشي عليه. فهو بيقول لك داتا ديسبرنسي ديتكشن، اللي انت تكتشف الاخطاء. يعني مثلا عايز اكتشف الاخطاء عندي بعمل ايه؟ بستخدم اول حاجه الميتا داتا. الميتا داتا اللي هو وصف الداتا، ان انا بشوف مثلا الدومين، بشوف الدومين بتاع الداتا، بشوف الرينج، الداتا الرينج بتاعها ايه، الديبندنسي العلاقات ما بينهم، الديستريبيوشن التوزيع، فببدا اشوف الوصف بتاع الداتا. بعد كده ببدا اتشيك الفيلد اوفرلودنج، يعني مثلا لو في عمود ليه اكتر من معنى ببدا اتشيك العمود ده او الكولوم ده. بعد كده ابدا اتشيك ان لازم يكون عندي يونيكنس، اللي هو شرط اللي هو الداتا يكون عندي يونيك، الداتا ما تتكررش. بعد كده قال لك الكونسكتيف رولز ديت ان الداتا تمشي بتسلسل، وتتشيك برضو ان هل عندك نل ولا لا. فقال لك ان انت اول حاجه بتستخدم ميتا داتا، وبعد كده تعمل تشيك هنا وتعمل تشيك، ده كله انا عايز اكتشف الاخطاء. ماشي. بعد كده قال لك ممكن تستخدم كوميريكال تولز، كوميريكال تولز ديت تستخدم ادوات مثلا تبدا تتشيك بيها. بعد كده قال لك عندك طريقتين، ممكن حاجه داتا اسمها داتا سكرابنج او داتا اوديتنج. يعني ايه داتا سكرابنج ديت؟ اللي هو بيبقى تصحيح بسيط، حاجه بسيطه، يعني مثلا بتستخدم السيمبل دومين نوليدج، حاجه بسيطه اللي هو البوستال كود مثلا او السبيل تشيك، اللي انت بتكتشف بيها الايرور وبتعمل بيها الكوركشن، فديت داتا سكرابنج. داتا اوديتنج ديت بتبقى تحليل عميق شويه عن اللي فوق، تعمل انالايز للداتا اللي انت تكتشف الرولز والريليشن شيب عشان تشوف بقى الكورليشن ديت العلاقه ما بين اكتر من متغير. كلاسترنج تبدا تجمع الداتا، وفي الاخر عشان تشوف الاوت لايرز ديت اللي هي الشواذ او الداتا اللي هي تكون شاذه عندك. تمام، اللي هي الداتا مختلفه عن باقي الداتا اللي حواليها، فديت ان الداتا كليننج از بروسيس. تمام. اخر حاجه بقى عندنا اللي هي الداتا نورماليزيشن. الداتا نورماليزيشن قال لك ان الجول بتاع الداتا نورماليزيشن انت تنظم البيانات بدون مشاكل، يعني ما يبقاش في مشاكل. انت ممكن تضيف، ممكن تعمل ديليت، ممكن تعمل موديفاي، بس من غير ما تسبب انكونسيستنتي، يعني ما تجيش تهندل حاجه وتبوظ حاجه تانية. اهم حاجه ما تبوظش حاجه. فتعال نشوف مثال. على سبيل المثال التيبل دوت قبل النورماليزيشن والتيبل ده بعد النورماليزيشن. اول حاجه التايتل، هو جه في الكولوم بتاع التايتل وقال لك احنا هنتفق مع بعضنا، ده هو بيبقى اتفاق مع بعضنا ان اي كلمه مستر هبدلها واعمل ام ار دوت، فدوت هيبقى كلمه مستر على طول. تمام. وهنا برضو اي كلمه مس هيبدلها بام اس دوت، فاي كلمه مستر او مس موجوده في الكولوم عندك هيبدلهم بالابريفيشن ده. تمام. جه مثلا في النيم قال لك برضو اتفاق،
قال لك بدل ما انت حاطط اللاست نيم والفيرست نيم وما بينهم كوما كده، قال لك لا، حط لي مثلا الاسم فول نيم على طول. اهو شلت الكوما وحطيت الاسم كفول نيم على طول. جيت هنا مثلا في الستريت لاين ده، قال لك ان مثلا ان الدي ار دوت ديت انا مثلا مش فاهمها، فقال لك لا شيلها ورجعها لي درايف مثلا. وبرده الابريفيشن دوت مش مفهوم معناه، فقال لك رجع لي اللي هو المعنى بتاعه، والار دي برده رجعها لي. فده بيبقى اتفاق ما بين الناس، وهم بيتفقوا ان هم الداتا هيبقى شكلها عامل ازاي. على سبيل المثال مثلا الولايه، مثلا ولايه تكساس مثلا، قال لك بدل ما تكتبها كده اعملها تي اكس. ولايه كاليفورنيا مثلا قال لك اعملها سي اي. فديت اسمها نورماليزيشن، انا بحسن الداتا عندي، بعمل موديفاي بحيث ان الداتا تكون كونسيستنت والداتا تكون بشكل احسن. الفون مثلا قال لك بقى هو مكتوب كده، قال لك هتعملوا ايه، هتقسمه مثلا لتلاتة وتلاتة والاخر دوت هيبقى اربعة، فانت حطيت داش في النص كده وقسمت الفون عندك. فديت فكره الداتا نورماليزيشن، ودوت كان اخر حاجه في الداتا كليننج. اتكلمنا في الداتا كليننج سريعا كده. اول حاجه اتكلمنا عن الداتا كواليتي، واتكلمنا عن الميجرز بتاعت الكواليتي. بعد كده عرفنا الداتا بري بروسيسنج، وعرفنا ان احنا عندنا 2 ستيب. وبعد كده قلنا اتفقنا ان التاسكات في الداتا بري بروسيسنج 4 تاسكات، خدنا منهم تاسكايه واحده النهارده اللي هي الداتا كليننج، والمحاضره الجايه هتبقى الداتا انتجريشن. وبعد كده اتكلمنا عن انت ازاي تحمل الداتا عن طريق مكتبه بانداس، وازاي تشوف الانفورميشن، وازاي تشوف الديسكرايب. وعرفنا يعني ايه داتا كليننج، وعرفنا ان هي 60% من وقت الداتا ساينتست، ان هو بيقضي 60% من الوقت بتاعه. وعرفنا ايه انواع المشاكل المختلفه الموجوده في الداتا كليننج اللي هي الانكمبليت، وعرفنا بتيجي ليه، وعرفنا ازاي نهندلها. وهكذا مع النويزي والانكونسيستنت والانيتشال اللي هي الداتا متعمده. والانكمبليت عرفنا اسبابها ليه هي بتبقى موجوده، وازاي تهندلها اكتر من طريقه هيت. وازاي تهندلها بطريقه باندز اللي انت تبدلها بزيرو، او تعمل دروب، او تبدلها بقيمه. يعني مثلا هنا كان مثلا ما كانش فيه قيم فحطيت نو جندر مثلا. وعرفنا تاني حاجه اللي هي النويزي داتا، بتيجي منين النويزي داتا ديت، وازاي اكتشف النويزي داتا عن طريق ان انا بعمل فيجواليزيشن وبيطلع لي مثلا بالشكل دوت. وابدا بقى اهندلها عن طريق البيننج. وعرفنا البيننج ديت بالتفصيل عن طريق مثلا كومبايند او حاجتين في الماشين ليرنينج. وعرفنا البيننج الطريقه اللي هي مثلا انت بتمسك ديت وترتبها، بعد كده تقسمها لقيم متساويه. تبدا بقى تقسمها سواء على طريق المتوسط او الوسيط او الباوندرز، اللي انت تجمعهم وتقسمهم على عددهم، او تجيب القيم اللي في النص. طب لو ديت 5 قيم فبتاخد القيمه اللي هي الوسيط بس، الميديان ديت اللي هي القيمه الوسيط اللي في النص. او الباوندرز بتشوف اقل قيمه او اكبر قيمه وتشوف ايه القيم القريبه ليهم. وعرفنا ان الداتا كليننج هي بروسيس. هي طب ازاي اكتشف الاخطاء ديت، عرفنا ان عندك اكتر من طريقه. واخر حاجه النورماليزيشن، انت تبدا تضيف تعدل بس ما تسببش مشاكل في الداتا عندك. ودوت كانت المحاضره بتاعت الداتا كليننج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.